كل سنة وانتوا طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة علشان معانا نكت هتموتك من الضحك. خروف بيسأل خروف، بيقول له يا عم فاتح عيدين ومحدش قرب لك ولا دبحك. قال له اصل انا مكتوب في شهادة الميلاد اني حمار. واحدة بتسأل جوزها، بتقول له انت بتحبني اكتر يا حبيبي ولا بتحب اللحمة؟ قال لها يخرب بيتك وهي دي عايزة اسأل، دي الشوربة لوحدها برقبتك. واحد اشترى خروف العيد قبل العيد ب4 شهور. الخروف قعد معاه وكل معاه وينام معاه ويصحى معاه، وجه يوم الوقفة لقى الخروف عمال يعيط، فبيسأله بيقول له مالك؟ قال له كل الناس اشترت خرفان إلا احنا. 3 صحاب اشتروا خروف وقالوا ناخده نذبحه ونشويه ونطلع برحلة سفاري. المهم خدوا الخروف ومشوا وسافروا. راحوا هناك مين اللي هيذبح الخروف؟ أول واحد قالك أنا ما بعرفش أذبح، التاني قالك لا يا عم أنا ما بحبش أشوف الدم، التالت قالك لا يابا أنا ما بعرفش أشوف الحاجة قبل ما باكلها، بحب أكلها كده من غير ما أشوفها وهي بتتذبح. الخروف راح قايم ماشي وقال لهم ده انتوا بتهزروا، محدش هيخرج معاكوا تاني. خروف راح لأمه، الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما. قالت له مالك؟ قال لها هيذبحوني. قالت له بعد الشر. قال لها لا بعيد الأضحى. واحد أحول بيذبح خروف، فالخروف عمال يضحك يضحك، فواحد من الناس اللي واقفة بيقول له ايه يا خروف في ايه انت بتضحك ليه؟ قال له شوف الراجل اللي أحول حاطط السكينة بالمقلوب. طيب نغير بقى ونقول نكتتين بعيد عن عيد الأضحى. مرة واحد نام على السرير بالشقلوب، صحي لقى رجليه هي اللي معمصة.